اذا دور 32 من كاس العالم 2026 انتهى، ودعنا منتخبات قويه مثل المانيا وهولندا، وشفنا مباريات انحسمت بالدقائق الاخيره. اما الان فحان وقت دور ال 16، 8 منتخبات راح تودع و8 منتخبات راح تكمل الحلم. طب تعال اعطيك رسميا المتاهلين للدور ربع النهائي، وخلونا نبدا باول مواجهه بدور ال 16، كندا بمواجهه اسود الاطلس. هاي المواجهه الثالثه بين الفريقين، اخر مواجهه جمعت الفريقين كانت ب 2022، ويومها المغرب حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف. واذا بتتذكروا كانت المباراه دور المجموعات. اسود الاطلس الى الان سجلوا 7 اهداف واستقبلوا 3 اهداف فقط. منتخب المغرب وصل للدور ال 16 بعد ما بهدل هولندا حرفيا واحرجها امام جماهيرها. وعلى فكره انا توقعت فوز المغرب، واللي متابعني بيعرف هالشيء. انا ما بنيت توقعي على الصدفه، بالعكس كل شيء كان بيدل انه المغرب افضل واكثر اتزان. ولو ما تفنن الهجوم باضاعه الفرص كانت انحسمت المباراه من الشوط الاول وما كنا وصلنا الركلات الترجيحيه. هذا المنتخب قوي ومنظم ونتيجه مشروع تخطط له وانبنى من زمان، واليوم ما راح نستغرب اذا شفنا المغرب بالنهائي اذا مشي بهي النسخه القادمه. اما كندا صاحبه الاستضافه فما راح تلعب على ارضها، راح تسافر للولايات المتحده الامريكيه، يعني ما راح تستفيد من نعم الارض والجمهور. كندا يا جماعه استقبلت 3 اهداف، بالمقابل سجلت 9 اهداف. طبعا للاسف 6 اهداف كانوا بمرمى المنتخب القطري. بدور 32 تخطت جنوب افريقيا بهدف قاتل بالدقيقه 92، بس بدور 16 ما راح يكون المنافس عادي. ايوه ما في مستحيل بكره القدم، بس كل شيء وارد. قلبي مع المغرب، بس راح اختار اكيد المغرب، ما في نقاش. طيب اذا افترضنا انه المغرب راح يتاهل للدور ربع النهائي، فالمنافس راح يكون فاز من مباراه فرنسا والباراغواي. منتخب الديوك اقوى واكثر منتخب مقنع بكاس العالم. يا جماعه المنتخب الفرنسي ما بيعرف شيء اسمه الفوز 1-0، نازل اكتساح بالمنتخبات بالثلاثه بالاربعه بالخمسه، تاهلوا لدور ال 16 بعد ما اكتسحوا المنتخب السويدي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. وهالشيء طبيعي مع وجود مبابي ديمبلي اوليسي. وعلى سيره اوليسي، شفت المقصيه اللي كانت راح تكون اجمل هدف بكاس العالم؟ يا جماعه مستحيل على المستوى اللي عم يقدمه اوليسي. طيب الباراغواي شو وضعه؟ منتخب الباراغواي سجل 3 اهداف واستقبل 5 اهداف. منتخب من السهل تسجل برمان. المانيا واجهت صعوبه بالتسجيل بسبب ضعفها. اخ يا المانيا اخ. الفيديو الماضي انا حكيت منتخب الباراغواي بيسرق الفوز سرقه، وهالشيء ترجم في مواجهه المانيا، سرق هدف من هجمه مرتده وتاهل بركلات الترجيح. بس اكيد ما بنكر قوه لاعبي الباراغواي بالدفاع وضعف المنتخب الالماني واستهتار لاعبيه اللي عطل التاهل للباراغواي. طيب توقعي للمباراه، فرنسا ام الباراغواي؟ اكيد فرنسا راح تكتسح الباراغواي وتاخذ بثار من نحن مشجعي المنتخب الالماني. طيب منتخب السامبا امام الفايكنج، ما في لقاء بالعصر الحديث جمع بين الفريقين. الوحش هالاند انفجر وصار مسجل 5 اهداف ب4 مباريات، بس السؤال راح يقدر يسجل على البرازيل؟ النرويج سجلت 10 اهداف، مرعب الهجوم صح، بس استقبلت 8 اهداف، يعني دفاع كارثي. منتخب الفايكنج وصل للدور ال 16 بعد ما تخطى ساحل العاج بصعوبه بالدقيقه 86 بهدف ايرلينغ هالاند. الله يسامحه خرب علي التوقع، كنت متوقع ساحل العاج تأهل. طيب انت برايك النرويج قدرت تتخطى البرازيل؟ هلا على الورق البرازيل مرشحه، بس بارض الملعب ممكن، ليش لا؟ يا جماعه منتخب البرازيل ما عم يقنعني بالاداء، حاسس في شيء ناقص بهي المنتخب، ما عم بقدر رشحه ليروح لبعيد او ياخذ لقب. ما بعرف تتفقوا معي او بس انا شايف هالشيء. البرازيل عم تعتمد على 3 محاور: ذكاء انشيلوتي، قوة فيني، وخبرة كازيميرو. قدام اليابان عانت، ولولا الانتفاضة باخر الدقائق وتراجع اليابان كان ممكن نشوف البرازيل عم تغادر المونديال من الدور 32. طب مين راح يحسم المواجهة؟ النرويج قدرت عملها او البرازيل متسلحة بالاسم والتاريخ راح تحسم كل شيء؟ انا حاسس الخبرة راح تلعب دور، والبرازيل بالدور ربع النهائي. اما مواجهه بلجيكا والولايات المتحده الامريكيه، مواجهه بصراحه انا شايفها متكافئه بين الفريقين. طيب وجها لوجه تواجهوا 4 مرات، وبال4 مرات بلجيكا حققت الانتصار. امريكا تخطت البوسنه والهرسك بالدور 32 بهدفين نظيفين، وصار برصيدها 10 اهداف واستقبلت 4 اهداف. المنتخب الامريكي منتخب قوي ومنظم خصوصا مع تطور الدوري الامريكي، بس رح يقدر يتخطى بلجيكا بدور 16. بلجيكا منتخب عنده خبره، صح بيمر بمرحله تخبط، بس منتخب بيعرف امتى يفوز. والريمونتادا على السنغال دور 32 عطت دفعه معنويه للفريق. ارقام متقاربه بين الفريقين، ونسبه التاهل لكل فريق شايفها متوازنه 50% لكل فريق. توقعي للمتاهل من مواجهه المنتخب الامريكي وبلجيكا، رسميا المنتخب الامريكي دور ربع النهائي. طب تعالوا نشوف شو وضع مباراة المكسيك وانجلترا. هي من اقوى مواجهات دور 16، وممكن البعض يعتبرها سهلة لانجلترا، بس انا شايفها مباراة راح تكون متوازنة وقوية وفيها ندية وحماس. طبعا انجلترا وصلت للدور 16 بعد ما عملت ريمونتادا على منتخب الكونغو. مثل ما عم تسمع منتخب انجلترا فاز على الكونغو بصعوبة. تخيل هدف التعادل بدقيقة 75 وهدف الفوز بدقيقة 86، يعني من الدقيقة 7 للدقيقة 75 منتخب الكونغو متقدم وعم يهدد انجلترا. بس يا جماعة الخبرة لعبت دورها. انجلترا بعد هدفي الامير هاري كين صار برصيدها 8 اهداف واستقبلت 3 اهداف، رغم وجود قوة كبيرة بالمنتخب الانجليزي الا انه عم يعاني بكل مباراة. شفناه امام الكونغو وقبل بدور المجموعات امام غانا وبنما. ما بعرف يا جماعة هذا المنتخب رغم امتلاكه للنجوم بس ما عنده حظ. اما المكسيك المستضيفة صاحبة اقوى خط دفاع بالبطولة 0 اهداف. بالمقابل هجوم المنتخب المكسيكي سجل 8 اهداف. منتخب بتحسه عم يطبخ الهدف على نار هادي،
ما بيستعجل، بس باي وقت قادر يسجل ويفوز. طبعا بدور 32 انتصر على الاكوادور بهدفين مقابل لا شيء. المنطق بيقول انجلترا مرشح للتاهل، بس عقلي عم بيقول لي المكسيك رح تتاهل. راح اتحدى المنطق وروح مع عقلي. المكسيك بالدور ربع النهائي، ورسميا هاري كين يودع مونديال 2016. اما اقوى مواجهه بهي الدور اسبانيا والبرتغال، مواجهه لامين يامال والدون كريستيانو رونالدو. الماتادور الاسباني صاحب اقوى خط دفاع مناصفه مع المكسيك 0 اهداف، بالمقابل سجل 8 اهداف. اسبانيا بالدور 32 سحقت النمسا بثلاثيه نظيفه. مباريات منتخب اسبانيا بدور المجموعات ودور 32 كانت عباره عن نزهه، بس هون بلش الجد. البرتغال فريق قوي وما بيقل اهميه عن اسبانيا. رفاق الدون عملوا ريمونتادا على كرواتيا وتاهلوا للدور 16، سجلوا 8 اهداف وتلقوا هدفين. البرتغال قدمت مباراه كبيره امام كرواتيا، بس المشاكل الدفاعيه واضحه، وهجوم اسبانيا اقوى من هجوم كرواتيا وما بيرحم. توقعي لمباراه كرواتيا والبرتغال بدور 32 كان بخروج البرتغال، بس رونالدو تحداني وتاهل للدور 16. بس انا راح ظل مصر على رايي، البرتغال ستودع المونديال واسبانيا بالدور ربع النهائي. اما مواجهه المنتخب المصري مع الارجنتين، ويا سلام على الفراعنه وعلى الانجاز التاريخي بالوصول لاول مره لدور 16. مصر تاهلت بعد ما اقصت استراليا بالركلات الترجيحيه. منتخب مصر سجل 6 اهداف واستقبل 4. مونديال للتاريخ يا فراعنه، بس مواجهه التانجو كثير صعبه. اما الارجنتين فتخطط الراس الاخضر بعد مواجهه صعبه جدا. منتخب تانجو سجل 11 هدف واستقبل 3. المهمه صعبه جدا على مصر، بس شفنا كيف منتخب الراس الاخضر احرج الارجنتين وكان قريب من اقصائها. صح ما في مستحيل بكره القدم، بس توقعي راح يكون مع المنطق والتاريخ والعقل. الارجنتين للدور ربع النهائي. اخر مباراه كولومبيا وسويسرا. المنتخب الكولومبي وصل الدور 16 بعد ما تخطى منتخب غانا بهدف مقابل لا شيء. كولومبيا سجلت 5 اهداف واستقبلت هدف. منتخب قوي وعنيد، ما ننسى انه تصدر مجموعته على حساب البرتغال. اما منتخب سويسرا فوصل للدور 16 بعد ما تخطى الجزائر بهدفين نظيفين. سجلت سويسرا 9 اهداف واستقبلت 3. منتخب عم يقدم كاس عالم ممتاز، تصدر مجموعته واليوم عم نشوف الدور 16. بس السؤال، ممكن نكمل المشوار ونشوف الدور ربع النهائي؟ طيب توقع للمباراة، انا شايف كولومبيا اقرب لتكون بدور ربع النهائي. شفنا دور 32 كان مجنون وممتع. بتوقعوا دور 16 ممكن يكون اقوى واكثر اثاره؟ هي كانت توقعات للمتاهلين للدور ربع النهائي، وانتم اكتبوا لي بالتعليقات توقعاتكم للمتاهلين. واذا عجبك الفيديو حط لنا لايك، وما تنسى تشترك بالقناه اذا بعدك ما اشتركت، وفعل جرس التنبيهات على الكل ليوصلك اشعار بالفيديو اول ما ينزل، وتابع الفيديوهات المقترحه. كان معكم ندهم، سلام.